نهضة بركان المغربي مع تجهيز أقمصة النادي. هذا أمر الذي وعد به الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس ووفى به. وفي تصريحات لرئيس الفاف وليد صادي لتلفزيون النهار أكد أن الفاف ستعمل على تجهيز الأقمصة الخاصة بنادي نهضة بركان، وهو أمر الذي تم الوفاء به الآن. إذن صور حصرية تأتيكم من داخل غرف تغيير الملابس بملعب 5 جويلية قبل أقل من ساعتين عن انطلاق العرس الكروي الذي كان من المفترض أن يكون عرسا كرويا، إلا أنه المخزن ولقجع أراد غير ذلك من خلال تمرير سمومهم، وهو الأمر الذي تفطنت إليه الجزائر بعد حجز لأقمصة أقول أو أكرر تحمل خارطة تضم أراضي الصحراء الغربية، وهو ما يتنافى مع المواثيق الأولمبية وحتى قوانين الفيفا التي تؤكد على أن قمصان الأندية لا يجب أن تحمل 3 أمور تتعلق بالعرق، تتعلق بالسياسة، أو تتعلق بالدين، وهو ما أو نقول ما هو أمر الذي تم خرقه من نادي نهضة بركان في محاولة فاشلة منها لعلى الأقل زعزعة نادي اتحاد العاصمة الذي حسب آخر الأخبار هو مركز كل التركيز على هذه المباراة. كانت تصريحات لوليد الصادي لتلفزيون النهار أكد من خلالها أنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم لن يتوقف عند هذا الحد، رفضه لاعب المباراة حتى مباراة العودة بنفس القمصان التي تحمل الخارطة التي تضم الأراضي الصحراوية، وليس فقط في مباراة الذهاب. في مباراة العودة ستكون إن شاء الله يوم 28 أفريل الجاري. إذن محمد قريشي جاهز معنا؟ محمد؟ نعم أسمعك جيدا فاتح. محمد، إذن أنتم الآن متواجدون بغرف تغيير الملابس أو خرجتم من غرف تغيير الملابس. محمد، كل الأمور جاهزة بملعب 5 جويلية اليوم. الفريق الخصم قمصانه جاهزة تحمل العلم المغربي ولا تحمل الخارطة التي اعترضت عليها الدولة الجزائرية على اعتبار أنها تضم أراضي الصحراء الغربية. أكيد، أهلا بكم مشاهدينا. فاتح بوشعنان، كما تتابعون معي نحن الآن أمام المدخل الرئيسي ومدخل دخول الفريقين إلى ملعب 5 جويلية قبل الموعد الرسمي للمواجهة التي ستجمع الفريقين، فريق اتحاد العاصمة ونهضة بركان، لحساب نصف نهائي كأس الكاف، المباراة التي كنا نود أن تكون عرسا كرويا ديربي مغاربي نتحدث فيه عن الخيارات التكتيكية، عن اللاعبين، عن طموح كل فريق في هذه المنافسة. لكن للأسف الفريق المغربي أو الجانب المغربي أرادها أن تكون بعيدة كل البعد عن كرة القدم بافتعاله لمسرحية، مسرحية القمصان والخارطة المزيفة المشبوهة التي تضم الأراضي الصحراوية المحتلة إلى خارطة المغرب، وهذا ما قبل بالرفض، والرفض المطلق من الجانب الجزائري، لأنها قضية سيادية ولا نقاش فيها ولا تحت أي ظرف من الظروف أو تحت أي معطى من المعطيات. على كل، الجانب الجزائري قدم كل ما عليه وقام بكل ما عليه في هذه المباراة. كل الأمور جاهزة، مداخل الملعب يعني يسمح بممارسة كرة القدم في أبهى حل أرضية الملعب. قمصان الفريق المغربي بدون الخريطة والأشكال الغريبة فوقه هنا جاهزة في غرف تغيير الملابس. كل الأمور جاهزة. الجانب الجزائري قام بكل ما يجب وقام بما يجب في مثل هذه المواعيد الكبرى، المباريات الكبرى في المنافسات الإفريقية، في انتظار وصول الفريق الزائر نهضة بركان وكذلك فريق اتحاد العاصمة، حتى ربما ننتظر القرار النهائي بالنسبة للفريق المغربي الذي يجب عليه احترام القوانين المتعارف عليها فيما يتعلق بتقرير مصير الشعوب والأراضي المحتلة. تمام محمد، كل الأمور جاهزة حسب ما تقول. حتى أنه الإقبال الجماهيري، نرى إقبال كبير على هذه المباراة محمد.
في انتظار. الجماهير جماهير اتحاد العاصمة هي في الموعد، لأنها تعتبر المباراة ستلعب، ليس هناك مانع من الجانب الجزائري. اتحاد العاصمة يريد خوض هذه المواجهة، لكن في إطارها القانوني والمعمول به فيما يخص أكيد الفريق المنافس نهضة بركان المغربي، الذي يجب عليه كما قلنا احترام القوانين التي تفرضها قوانين الاتحاد الافريقي، وقبلها قوانين الفيفا التي تمنع منعا قاطعا ان تخلط الامور السياسيه والامور المشبوهه بكره القدم. محمد تجهيز قمصان والتقارب بين الشعوب هو محمد استسمحك. تجهيز قمصان النادي المغربي نادي نهضة بركان يؤكد أن الجزائر من خلال الاتحاد الجزائري لكرة القدم يرغب في إقامة هذه المباراة، وحتى اتحاد العاصمة يحضر بطريقة عادية. وشفنا أيضا أن نادي نهضة بركان تدرب وقام بندوة صحفية أمس بطريقة عادية، يعني كل الأمور عادية من غير النقطة اللي تحفظت عليها الجزائر على اعتبار أن القميص يحمل خارطة تضم أراضي صحراوية. أكيد هو الجانب الجزائري، وكما قلنا فريق اتحاد العاصمة كان ينتظر هذه المباراة بشكل عادي وعادي جدا. الجماهير احتفلت ليلة أمس مطولا في شوارع العاصمة في سسطارة وضوعها احتفالا ببلوغ فريق اتحاد العاصمة لهذا الدور المتقدم من كأس الكاف. الكل كان ينتظر أن تجري المباراة بأمورها الطبيعية، لكن كما قلنا حتى المنافس المغربي كان يتدرب على أرضية ملعب 5 جويلية، والمدرب قام بندوة صحفية كما جرت عليه العادة في هذه المواعيد الهامة في المنافسة الإفريقية. لكن ما يثبت ويؤكد أن فريق نهضة بركان والجانب المغربي أراد أن تكون غير ذلك بمسرحية القمصان، وهو يعلم مبدأ الجزائر الثابت والصريح والواضح فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية والأراضي المحتلة في الصحراء. لذلك هي خزعبلات ومحاولات فاشلة أخرى من الجانب المغربي حتى يخلط السياسة بالرياضة، وحتى يمرر رسائله الخبيثة وأفكاره الاستعمارية في حق الشعب الصحراوي. محمد، حتى نوعية القمصان نشاهدوها في الصورة بل نوعية جيدة، نوعية جيدة جدا. لا أريد المجاسفة وأقول لك أنها أفضل من القمصان الرسمية، لأنه صراحة لم أشاهد قمصان بركان عن قرب، لكنها قمصان صالحة ومريحة تسمح بإجراء مباراتين ملتصقتين وليست مباراة واحدة فقط. اليوم محمد نقول أن الاتحاد الجزائري أو الجزائر عبر الاتحاد الجزائري وفرت كل الظروف لإقامة هذا العرس الكروي الذي كان من المنتظر أن يكون عرسا كرويا لولا مسرحية، خلينا نقول المخزن عبر الغجر. صحيح. أكيد، وهي ليست بالخرجة الجديدة. نتذكر جيدا حادثة طائرة الخطوط الملكية المغربية ومحاولة فرضها على الأجواء الجزائرية المغلقة في وجه طيران جزائري لأسباب يعلمها الجميع. هي خرجة أخرى من فوزي لقجع المالك الرسمي لنادي نهضة بركان ومحاولته المتجددة والمتكررة لنرفزة واستفزاز الجانب الجزائري، وهذه المرة كانت مع الموعد مع مواجهة نهضة بركان واتحاد العاصمة. نهضة بركان يعلم أنه ربما لا يمكنه مجابهة ومقارعة فريق اتحاد العاصمة حامل لقب وبطل السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري. كان يعلم بأن الأمور ستكون مستعصية فوق أرضية الميدان، سواء ذهابا هنا في ملعب 5 جويلية أو إيابا هناك في المغرب. لذلك بما أنه خاسر بين قوسين حاول استغلال هذه المواجهة لتمرير رسائله كما قلنا رسائله الخبيثة بمواصلة التعدي على حقوق الشعب الصحراوي الأعزل المحتل وضم الأراضي الصحراوية في أمور غريبة وغريبة جدا. فاتح، أنت تعلم أن كبرى النوادي الأوروبية والعالمية ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، البوكا جونيور، أمريكا اللاتينية، أينما شاءت أي قارة أي فريق لا يوجد قميص عليه خارطة لبلد. المعروف والمتعارف عليه في قمصان النوادي لما يمثلون
بلدانهم في المنافسات الدولية أو العالمية يكون صحيح. يكتفي الفريق بالعلم، علم البلد وفقط. لذلك هي ليست دروس ربما كما قلت أنت فتح في الجغرافيا أو شيء من هذا القبيل. كان يجب احترام القوانين. في هذه الأثناء فتح ربما يصل وفد على ما أعتقد هو لنهضة بركان المغربي الذي يصل. لا ليس الوفد المغربي. على كل نحن هنا في انتظار فريق اتحاد العاصمة، الفريق المستقبل، الفريق الجزائري، وكذلك وفد نهضة بركان الذي كان بفندق فخم هنا بضواحي. فعلا هي وصول حافلة فريق اتحاد العاصمة الذي يصل إلى في هذه اللحظات إلى ملعب 5 جويلية. وهذا ما يؤكد ما قلناه بأن فريق اتحاد العاصمة من جانبه يريد لعب هذه المباراة في ظروفها وبظروفها الطبيعية. لا يوجد لا تخوف من الفريق المغربي ولا مسرحية ولا سيناريوهات بعيدة عن المستطيل الأخضر أو كرة القدم. فريق اتحاد العاصمة يصل في هذه الأثناء إلى المركب الأولمبي محمد بوضياف والمدخل الرئيسي المؤدي إلى غرف حفظ الملابس الخاصة بفريق اتحاد العاصمة. كل التعداد والمجموعة جاهزة لهذه المباراة، الكل مركز لأنها مباراة مهمة. اتحاد العاصمة في رحلة الدفاع عن لقبه. نتذكر أكيد فوز اتحاد القادمة بالنسخة اتحاد العاصمة عفوا بالنسخة السابقة لكأس الكاف، وبعدها أطاح بالنادي المصري الأهلي المصري في السوبر الإفريقي بقيادة عبد الحق بن شيخة. واليوم في رحلة الدفاع عن لقبه وإضافة نجمة ثانية لقميص أخرى لقميص اتحاد العاصمة في ظروف عادية وعادية جدا. الأمور جاهزة، كل المتطلبات جاهزة بالمركب الأولمبي. محمد اليوم اتحاد العاصمة يؤكد أو صور اللي تشوفها باستقبال محمد، الصور التي تصلنا الآن من مركب الأولمبي محمد بوضياف وملعب 5 جويلية تعكس أيضا الراحة النفسية للاعبي اتحاد العاصمة. الكل مركز على المباراة، لم يتأثروا بتاتا بهذه المسرحية التي تم إخراجها من الجانب المغربي والتي كان هدفها واضح، هو زعزعة نادي اتحاد العاصمة من جهة وتمرير سموم سياسية من جهة أخرى. لا هذا ولا ذاك للنادي المغربي، بالرغم من أن الكاف اليوم تسير دائما إلى جانب المغرب محمد. لكن على العموم الآن كل الأمور توحي أن المباراة ستقام في ملعب 5 جويلية. اتحاد العاصمة مصر على أن المباراة تلعب اليوم وعنده حتى تخوف من هذا النادي. وكما قلت أنت محمد سبق لاتحاد العاصمة أنه أطاح بأندية مغربية سواء في النسخة السابقة وحتى هذا الموسم. محمد فقط نقطة أردت الحديث عنها، فريق شبيبة القبائل في 2021 تعرض لنفس الأمر على اعتبار أنه استعمل حروف تفناق على أقمصة اللاعبين، مع أنه الجزائر تعترف باللغة الأمازيغية، لغة الدستور الجزائري، هوية جزائرية. ما صراش كل هذه الضجة. نتذكر يومها بعد ما الرجاء دار تحفظات، الكاف قررت أنه النادي الجزائري يلعب بأندية لا تحمل الحروف الأمازيغية. النادي شبيبة القبائل غير القميص بكل هدوء ولعب المباراة النهائية. ما يحدث اليوم محمد يعكس أنه النية من الطرف المغربي فيها نوع من التحايل، لأنه موش حاب يلعب مباراة في كرة القدم، اليوم جاي يمارس أمور سياسية أكثر منها رياضية. أكيد فاتح، حتى نضع المشاهد الجزائري ومتتبعي قناة النهار في الصورة بكرونولوجيا بسيطة وخفيفة جدا تؤكد بأن فريق نهضة بركان بقيادة فوزي لقجع لم يحط الرحال بالجزائر من أجل ممارسة مباراة في كرة القدم، بل لتمرير رسائل خبيثة وخبيثة جدا، بدليل أن الوفد المغربي حط الرحال بالجزائر، غادر نحو الحافلة لمغادرة المطار نحو فندق الإقامة، لكن باتصالات وبعد حجز الأقمصة المشبوهة قرر في مسرحية صارخة وواضحة بأنه يريد أن يعكر الأجواء ويريد أن يفعل كل شيء إلا لعب كرة القدم. ساعات
ل5 أو 6 ساعات بمطار هوري بومدين، بعدها يستسلم لأمر الواقع ويغادر نحو الفندق، وبعدها رسائل من هنا ومن هناك إلى الهيئة الإفريقية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقيادة موتسيبي التي أصبحت دمية في يد فوزي لقجع. نقولها بكل صراحة وبدون أي تحفظ، لأن الأمر أصبح واضحا وصارخا بأن الاتحاد الإفريقي لم يعد يملك قراراته بيده، بل كل القرارات وكل الأمور تسير وتطبخ في المملكة المغربية في تحت أعين وفوق طاولة فوزي لقجع أكيد. لذلك يجب على الهيئة الإفريقية أو دول إفريقيا أن تحرر الاتحاد الإفريقي من قبضة فوزي لقجع أولا، والبحث عن خليفة موتسيبي الذي لم يقوى على مجابهة فوزي لقجع، وأصبح يمرر قرارات غريبة وغريبة جدا تضرب بلوائح الكاف والفيفا مجتمعين عرض الحائط، وهذا الأمر الغير مقبول بتاتا. كيف يعقل أن تخلط وأن أراضي بها نزاع وأراضي مستعمرة أن تضم إلى خارطة دولة أخرى، وتلك الخريطة فوق شعار كرة القدم في مناسبة رسمية في مباراة رسمية لمنافسة رسمية كبرى هي كأس الكاف الإفريقية أمام مرأى العالم. لذلك ما يحدث جعل من الاتحاد الإفريقي وبكل أسف أضحوك بين العالم، ولكن هيهات الرد الجزائري كان قويا وحاسما لا نقاش ولا جدال فيه حول ما يتعلق بتقرير مصير الشعوب والدول المستعمرة، لا كرة القدم ولا شيء آخر يمكنه أن يمس بهذه القناعة. وهذا لا أكيد هذا موقف ثابت للجزائريين محمد، دافعت عنه الجزائر وستظل صحيح. تدافع عنه ما حيينا بإذن الله. محمد، اليوم الكاف دخلت في حرب خاسرة بموالاتها المباشرة للطرف المغربي. الأكيد أنه اللي يعرف خبايا أو كواليس الكاف يعرف أنه فوزي لقجع يبتز بعض العناصر على مستوى الكاف، وهو ضريبة بعض الأمور التي يقوم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم. اليوم محمد قضية الجزائر أو قضية حجز الأقمصة وقضية استعمال شعارات سياسية على قميص نادي نهضة بركان، والكاف اللي شفناها أنها عبرت عن موالاتها للجانب المغربي. ما تشوفش أنه ضربنا عصفورين بحجر واحد الآن، خاصة أنه الكاف فقدت مصداقيتها بهذه القرارات؟ أكيد الكاف وللأمانة منذ ربما فترة فقدت مصداقيتها، وكنا دائما نعتقد وننتظر بأن موتسيبي سيجد حل لسطو واختطاف الاتحاد المغربي من طرف فوزي لقجع وعصبته أكيد. لذلك ما يحدث اليوم أكد للمرة الألف بأن الاتحاد الإفريقي أصبح مفقود الأمل فيه، خاصة وأن ما يحدث اليوم كما قلت أنت في حادثة شبيبة القبائل كانت الأمور واضحة والقميص غير. اليوم الكل شاهد ما يحدث والكل يتابع ما يحدث بأن هناك تدخل صارخ وواضح وغير غير منطقي ولا غير مقبول عندما تضم أراضي محتلة إلى خارطة بلدك وتدخل بتلك الخارطة المشبوهة الغريبة على قميصك في مواجهة رسمية بحجم كأس الكاف. هذا يؤكد بأن يجب على أعضاء الجمعية العامة الإفريقية والدول الإفريقية أن تجد حلا وأن تقف في وجه هذه المزالة بداية من الموعد الانتخابي القادم في أسرع وقت وفي أقصر مدة ممكنة، لأنه ما يحدث صراحة سيضر كثيرا بالهيئة الإفريقية وستفقد هيبتها أكيد مستقبلا بين أعضائها وبين الدول الإفريقية. نحن نعلم أن في الكواليس هناك رشاوي، هناك أموال مشبوهة، هناك ابتزازات، وهناك حتى فيديوهات وصور لأعضاء الجمعية الإفريقية وكذلك موتسيبي وبزنسة وأموال طائلة. لذلك يجب تصفية الهيئة الإفريقية وإيجاد حل لهذا المشكل الذي بات يمس بالقارة وبسمعة القارة وشعوب القارة. يلا خليني محمد من هذه الأمور، وإن كان كل ما قلته صحيح، خاصة أنه التحدي
أبعد من ذلك. اليوم الكاف تحدث حتى الاتحاد الإفريقي على اعتبار أنه الصحراء الغربية هي عضو في الاتحاد الإفريقي. تحدث أيضا حتى الأمم المتحدة التي تصنف الأراضي الصحراوية ضمن قضية تصفية استعمار. كل هذه الأمور تحدثها. خلينا نتحدث الآن على العرس الكروي، الأجواء هناك، وصول لاعبي اتحاد العاصمة. نعرفك أنك قوي في التوقعات محمد. في حال لعب المباراة تشوف أنه اتحاد العاصمة اليوم راح يفوز وراح يحقق نتيجة إيجابية، خاصة أنه مباراة العودة راح تكون هناك في المغرب، وأكيد راح تكون ممارسات على نادي اتحاد العاصمة. لا أكيد كرويا فريق اتحاد العاصمة يسير بخطى ثابتة نحو لقب قاري جديد، ولا تصور أن فريق نهضة بركان يملك الإمكانيات اللازمة لإيقاف قطار اتحاد العاصمة في هذه المنافسة. مباراة الذهاب هنا بالجزائر العاصمة بملعب 5 جويلية، يجب على الاتحاد أن يغتنم الفرصة وأن يسجل أكبر عدد من الأهداف، وكذلك عدم تلقي الأهداف، لأن مباراة العودة ستكون صعبة كرويا وكذلك من جانب المعطيات. نعلم أن الضغط سيكون كبير وكبير جدا على وفد اتحاد العاصمة، لذلك يجب طي الأمور هنا مسبقا وبسرعة في مباراة الذهاب هنا بملعب 5 جويلية. شكرا لك محمد، كنت معنا متألقا كالعادة بصورك الحصرية لقمصان نادي نهضة بركان. شكرا لك مجددا. إذن مشاهدينا كل الشكر أيضا لرئيس الاتحاد الجزائري، نقول للمحسن أحسنت، وللمخطئ أنك أخطأت. كل الشكر لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي وفر كل الظروف اللازمة من أجل نجاح العرس الكروي القاري هنا في الجزائر، بعيدا عن كل الممارسات الصبيانية التي حاول من خلالها الأقجع أن يضرب استقرار على الأقل هذا العرس الكروي الإفريقي. الجزائر وفية لتقاليدها، نكرم ضيوفنا كالعادة، لكن نؤدب المخطئين حتى نضع كل شخص في الصورة. السيادة لا نساوم عليها. القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية مبدأ لدى الجزائريين يتفق عليه الكبير والصغير. كل شخص أو كل واحد في الجزائر يتفق على أن هذه الأمور مبدأ. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذا النقل المباشر لمباراة أو لما يسبق مباراة اتحاد العاصمة أمام نادي نهضة بركان في ذهاب الدور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. نتمنى الفوز لاتحاد العاصمة. شكرا لكم. عودة إليك طارق.